السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا عملنا طواجن الفخار ديت من العجين بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم قوي، وكمان العيش بتاعهم ما يتاكل وطعمه جميل جدا. يلا بينا يا حبايبي عشان نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. انا اول حاجة حطيت واق على النار. تمام، الناس كلها بتعملها نية لكن انا هشوحها عشان اضمن ان اللحمه بتاعتي تبقى مستويه. الواق سخن على النار جامد، هحط فيه معلقه سمنه بلدي. تمام، معلقه صغيره خالص كده. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نشوح فيها اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، السمنه بتاعتي اتقدحت. تمام، والواق سخن. انا مقطعه اللحمه مكعبات صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزلها كده. انا ضفت اللحمه نص كيلو لحمه بقطعها مكعبات صغيره عشان تستوي بسرعه. تمام، ومعليه النار على اعلى درجه. تمام، وهسيبها بقى ومش هقلبها دلوقتي خالص. اللحمه بتاعتنا اتشوحت اهي، هنقلبها بقى على الجنب التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد اللحمه ما اتشوحت تمام وخدت صدمه اهي. تمام، هضيف بقى بصلتين كده مقطعين مكعبات متوسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، واشوحهم مع اللحم. نضيف البهارات، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه من 7 بهارات، ربع معلقه من الشطه دي اختياري، بشره جوز الطيبه، نص معلقه صغيره من السكر، ربع معلقه صغيره من القرفه. تمام، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. بس هي دي كل التوابل. هو ده البهار اللي انا هضيفه على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. وهضيف قرنين فلفل حار على قرن فلفل رومي قطعتهم صغير بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ضفت الفلفل وشوحته مع البصل تمام واللحمه، هضيف بقى 2 بطاطس مقطعين مكعبات. تمام بالشكل ده، هشوحهم مع اللحمه والخضار والبصل، وهشوحهم باللحمه بالشكل ده. تمام، ياخدوا طعم اللحمه. بقى الملح يحيق لي الخضار ده كله، والملح ده على حسب ما انتوا تحبوا. واخر حاجه 2 طماطم مقطعين مكعبات بالشكل ده هضيفها عليهم. بعد ما ضفت الطماطم خلاص واخدت تشويحه مع الخضار واللحمه، هطفي عليها واسيبها تبرد خالص تماما عشان لازم الخضار ده يبقى بارد. ويلا بينا نجهز العجينه بتاعت الفخار. يلا بقى نعجن عجينه الفخار. انا معايا 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نص معلقه صغيره من الملح. تمام، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كوب الا ربع حليب. تمام، هضيف شويه شويه علشان خاطر العجينه ما تلم معايا، وانا عايزه عجينه ناشفه متماسكه. تمام، وهنعجن بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت الكوبايه الا ربع كلها من الحليب، وضفت كمان عليهم ربع كوبايه من الميه، يبقى مقدار كوبايه من السائل. تمام، معايا بقى معلقتين كبار من الزبده اللي احنا عملناهم الفيديو اللي فات. تمام، الزبده اللي احنا عملناها الفيديو اللي عدى. تمام، تقدروا تشوفوها على الموجوده على القناه. تمام، انا هعجن بيها اهو المعجنات بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجن بقى لغايه ما نلم العجينه ديت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عجنت العجينه اهي متماسكه. تمام، هغطيها بقى بكيس بلاستيك واسيبها 5 دقايق ترتاح. يلا بقى نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطعها واعملها كور بالشكل ده اهو بالشكل ده. تمام، اقطعهم بالشكل ده كل العجين اللي احنا عجناه. هاخد بقى قطعه من العجين وافردها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد ما فردتها بالشكل ده تمام، هنجيب بقى بولة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها في قلبها كده، حطيناها في البولة وحطينا فيها العجينة اللي احنا عملناها، ونحط بقى فيها الحشوة. بسم الله بالشكل ده. واقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا فيها الحشوة بالشكل ده، وهناخدها بقى نقلبها كده بالشكل ده، واحطها تمام في صاج رش عليه دقيق بالشكل ده تمام. وهاخد قطعة من العجين. اخدت قطعة من العجين وقطعتها مرتين كده، قطعتين صغيرين، وهفردها بالشكل ده لكننا بنعمل بقسماط بالظبط تمام. وبعملها بالشكل دوت اكن زي البقسماط، ولحمتهم في بعض واعملهم كده بالشكل ده تمام. انا كتير قوي حاولت اقنع سالم ان فلوس الارض اللي ورثها عن ابوها، وبالفرشة حليب او ميه زي ما انت تحب عشان بس العجينة تلزق اهو، عشان نعمل شكل غطا كده بالشكل ده تمام. واخد قرة تاني من العجين بالشكل ده، وهنا دهنة لبن حليب عشان تلزق، ونعملها غطا. واخد قطعة تاني عشان نعمل واحدة تاني عشان تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. واجيب البولة واحط فيها برضه العجين بالشكل ده، واحط بقى العجين بعد ما حطيناه في البولة بالشكل دوت. احط بقى الحشوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما حطيت الحشوة بالشكل ده احط معلقة زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنلم العجين بالشكل ده ونقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها زي بوجة كده ونقفلها اهو. وهنقلبها بالشكل ده. وفي الصاج اللي احنا ده رشينا عليه دقيق بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها كده تمام. حطيناها على الناحية اللي احنا قفلنا عليها العجين بعد ما حطينا الحشوة تمام. واجيب قطعة من العجين واضربها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما برمتها بالشكل ده هلف اتنيها بالشكل دوت اهو، اقربها عليكم والفها بالشكل ده تمام. واخد ابل الفرشة من الحليب او مية بالشكل ده عشان العجينة اللي احنا نحطها، عشان نعملها غطا بالشكل ده تلزق اهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلزق معاكم بكل سهولة بالشكل ده. تمام. واجيب عجينة صغيرة وابرمها بالشكل ده واعملها زي الكرة كده او زي البلية. تمام. واحط مكانها كده دهنة حليب والزقها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل الطاجن الفخار بتاعنا يدات كده اهو. اخدت قطعه من العجين وبرمتها برمه صغيره، وبرضك نفس الحكايه احط بالفرشه كده حليب عليها والزقها في الجنب بالشكل ده كده. يبقى كده احنا عملنا الايدين بتاعت الطاجن الفخار بتاعنا. والناحيه التانيه كذلك الامر. وهلزقها الناحيه التانيه بالشكل ده كده. يبقى انا عملت ايه؟ طاجن بالفخار بالعجين. عملت 4 طواجن من الفخار بالشكل ده، شايفينهم تحفه في منتهى السهوله. هيعجبكم قوي، وكمان الحشوه جميله وهتعجبكم، وطعمهم هيبقى حلو قوي. والفخار اللي احنا عاملينه ده بيتاكل، هيبقى طعمه حلو. يلا بقى ندهن الوش بتاعهم بالحليب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان ما يخش الفرن كده يحمروا ويبقى شكلهم حلو قوي. تمام. هدهن من تحت ومن فوق من كل الجناب. اهو يا حبايبي الطواجن بعد ما خلصناها وانا دهنتها حليب. تمام. تقدري تدهنيها بصفار بيضه او ببيضه. تمام. بس انا عشان عندي حليب رحت دهنتها بيها وخلاص. تمام. هحطهم بقى في الفرن وبعد ما يخرجوا ان شاء الله اوريهولكم. تمام. والخضار اللي احنا حطيناه هيكمل سواه مع العجين. اهو يا حبايبي الفطاير بعد ما طلعت من الفرن، الطواجن الفخار اللي احنا عملناها هنحطها لكم بقى في طبق التقديم ونوريها لكم. هنشيلها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح واحده دلوقتي معاكم. تمام. هفتح واحده دلوقتي معاكم تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي بصوا قد ايه جميله، تحفه. هنشوف بقى البطاطس استوت اهي. البطاطس استوت شايفين، واللحمه كمان استوت. بصوا اللحمه مستويه ودايبه خالص، تحفه وريحتها جميله عشان عاملينها في الطاجن. والبطاطس مستويه خالص اهي. يلا يا حبايبي جربوها، واهم حاجه ما تنسونيش اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس علشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله.